السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة ان شاء الله يا جماعة هناخد فيديو تأسيسي لتحسين الخط. اول حاجة لازم اتعلمها ان انا اقدر امسك القلم صح. طبعا ما ينفعش امسك القلم من هنا قدام او من هنا ورا خالص، لا انا بمسك القلم من هنا، بسيب مسافة صغيرة وامسك، وخلي بالك ابقى مثبت الصباعين دول هنا همت وكده. يبقى انا لازم ابقى ماسك القلم بالطريقة دي، ما ينفعش برضه امسكه كده او كده، لا، نفس الطريقة اللي انا بقول لحضراتكم عليها. طيب، وطريقة الكتابة لازم تكون مظبوطة. يعني انت حضرتك المكتب بتاعك اهوت اللي هتكتب عليه، وليكن مثلا عايز تكتب الورقة او الصفحة اللي هتكتب فيها وانت قاعد، ما تخليش الصفحة كده بشكل رأسي، لا بشكل رأسي هتبقى غلط. امال هتعمل ايه؟ لا، مكتبك اهو عندك اللي انت بتكتب عليه، خلي الورقة او الصفحة اللي انت هتكتب بشكل كده مايل للشمال شوية علشان تقدر تكتب. يبقى احنا اتفقنا الورقة تكون معوجة شوية كده للشمال اهو. هي دي الطريقة الصح، اللي هو زي ما انا دلوقتي قاعد بكتب اهو، الورقة بتاعتي جايبها كده شوية للشمال اهو. ليه بقى؟ لو انا بكتب بايدي اليمين، لو بكتب بايدي الشمال اعوج الورقة كده، لان اخد راحتي في الايه، في الكتابة. هنكتب بخط الرقعة مثلا، عندي الآية بتاع بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. لو حابب ان انا اكتب دلوقتي او اعلمها لابني، بعمل ايه؟ بتجيب له قلم رصاص عادي خالص، وبتجيله على السطر اللي عندك وتعمل له كده خطوط اهو من فوق لتحت كده اهو. بتعلمه ان هو يشتغل كده. ازاي عندي لما اجي اكتبها؟ هنكتب نفس الآية بالظبط اهوت، بمشي عادي على السطر، بقية الله خير لكم اهو عادي جدا، واطلع لفوق الكاف وانزل اهو الميم. ان كنتم، النون اطلع سنة لفوق وانزل بالتاء والايه والميم، وعندي كلمة مؤمنين اطلع بالياء اهوت وكده. يبقى انت عندك هتعلم ابنك ازاي يكتب بطريقة او بخط الرقعة. هتجيب له الخط من فوق لتحت، من فوق لايه، لتحت، زي ما انا هكتبها تاني اهو. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. وممكن نكتب النون بالطريقة دي كده عندي اهو. يبقى انا خلي بالي ان انا هجيب له قلم الرصاص واعمل له من فوق لتحت اهو، وهو يمشي على الكلام اهو كده. هتلاقي الخط معاه، لان طبعا الخط اللي دايما اللي بنكتب بيه بسرعة هو خط الايه، الرقعة. ان شاء الله بإذن الله. يبقى بإذن الله يا جماعة تشوفوا الفيديو، وان شاء الله بإذن الله اكون قدرت ان انا افيدكم. وكل سنة وحضراتكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله.